امبارح الساعة 1:30 2 صباحا كان قناة القاهرة والناس جايبة الأستاذ خيري رمضان ومعاه مذيعة تانية مستضيفين السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية أخي الكبير وشريكي في الوطن. قمت أنا قلت الله، ده أنا لسه من كام ساعة مجلجل على سد النهضة، الوزير سامح سمعني ولا إيه؟ فقلت أسمع. سمعت. هو مش ده الموضوع بس ده المدخل عشان بس ما اقدرش اسيبه. لقيت ان السفير سامح شكري بيأكد على انه مطلوب اتفاق نهائي ملزم، وفي نفس الوقت بيأكد لي انه اثيوبيا خلفت اتفاق المبادئ. فتعجبت من وزير يطلب اتفاق ممن لم يحترم اتفاقه. قمت اتضايقت. الله، يعني انا عرفت ان الراجل ده حرامي وبأمنه. طيب قمت انا استغربت، قلت برضو ايه، ما هو انا بصوا يا جماعه، انا عندي يقين انه ليس كل ما يعرف يقال، وان الدوله المصريه منتبهه وسد النهضه موضوعه هيخلص واخد بالك، بس انا بضغط لان اللي انا بقوله ده لو غلط دي تبقى نصيبه بالنون وسودة. لا، في ترتيب. طيب، إصرار السفير سامح شكري ومن قبله الرئيس على إبرام اتفاق مع دولة لم تحترم اتفاقها اللي وقع عليه هذا الرئيس نفسه يثير تساؤلات عدة ملهاش عندي غير تفسير واحد أقبله، الباقي كله مش هقبله، إنه بيزنقهم في الركن. بس الرئيس السيسي الحقيقة طول في الزنق في الركن، عمل الكتاب من الجلدة للجلدة، وفي الآخر أنا في الملء الرابع. طيب قال ايه كمان السفير سامح؟ قال لك مصر هترد وهتاخد اجراء، وده كلام منتهي ما معناه يعني. الله الله، عجبني. طب ايه الاجراء ومشروط بايه وامتى؟ لم يوجب. طبعا دي امور قياده سياسيه. طب حتى الوزير نفسه ما ولا الوزير ولا غيره يعرف، واحد بس في مصر اللي يعرف، الرئيس السيسي. انما اللي فهمته انه في نشاط في موضوع سد النهضه، يمكن عشان مواطن ونص بقاله يومين كده بيصوت على الموضوع، جايز، يمكن غيري اتمنى. انما لما يبقى السفير سامح شكري كل الفتره دي بيتكلم عن قضيه سد النهضه، وفي نفس اليوم لقيت الدكتور عباس شرائي بوست على الصفحه، ارجوكم شوفوه انا مشيره، بيتكلم عن حلول قضيه سد النهضه وعن المساخر اللي مصر عدت بيها مع الناس دي. خلاص. واتكلمنا قبل كده وقلنا ان جنرال اثيوبي رئيس الاركان الاثيوبي سأله مذيع من قناة الجزيرة، قال له انت مش خايف مصر تضرب السد بقى ولا كذا ولا ايه؟ قال له ما يقدروش، لان هم عارفين لو ضربوه مية السد هتاخد مصر والسودان تنزل فيهم في البحر الابيض المتوسط. وهنا طلعت الرئيس الدولة قلت لها سيادة الرئيس، هذا الرد من رئيس الاركان الاثيوبي هو سبب كافي لاعلان حرب وضرب هذا السد. مش هقول لك بقى قنبله مائيه وهتموتنا وليذهب العالم للجحيم، ولا عايزين ضربه زي صلاه العصر لا سنه بعدها ولا وقت، مش هقول لك ده كله. هقول لك ده راجل قال لك لو قرب مني لو مش عارف ايه هيموت وهينزل البحر. طب وانت هتسيبنا؟ لا. طب ما الميه بتزيد وبتعلى، مين اللي هيحاسب على الفاتوره دي؟ المهم النتيجه انه السفير سامح شكري قال لك مصر بتحتفظ بحق انا اصل بحب الحاجات اللي فيها كده دي، خصوصا لما يكونوا معتدين بيعتدوا لإزالة من الوجود عشان يعبوا ميه ويعملوا كهرباء ينوروا اللمبه. فاللي فهمته انه في يعني مش هنسكت، اللهم صل على النبي، وفي نفس الوقت بيطلب اتفاق مبادئ او اتفاق مما لا اتفاق له ولا معه ولا مبادئ عنده. فانا الحقيقه مستغرب، وده بيخلينا نتحامل على من يديرون وطني. ويبقى اننا في انتظار حل، ولن اقبل باتفاق مبادئ مع ناس لا تحترم عهودها بحكم التاريخ. فان حضرتك تحط لي حياتي ووجودي لدولة لا تحترم تعهداتها، لا انا حضرتك الكلام ده مش هيمشي معايا، ولنا وقفة والله في وجود الرئيس السيسي او بعده لن يبقى هذا السد.
والله ما يا اهل مصر، السد ده مش هينفع يكمل، ومش هينفع يستمر بالوضع ده ولا باتفاق. الا قد بلغت، اللهم فشل.